حامل ومرعوبه تتمرني وبعد الولاده عايزه تنزلي الميه اللي في جسمك ومش عارفه، يبقى الفيديو ده ليك. التمرين للحامل امان ومهم بس بالجرعه الصح. اعملي 30 دقيقه مشي سريع او سباحه او كارديو على عجله ثابته وانت باحساسك قادره تتكلمي لكن مش قادره تغني. وما تطوليش في النوم على الظهر لفتره طويله، واشربي ميه كويس واللبس الرياضي مريح. واي اعراض تحسي بيها نزيف ضخ او الم في الصدر استشيري طبيب فورا. طب ايه هي اهميه الرياضه للحوامل؟ تقليل خطوره سكري الحمل، تحسين الم الظهر والامساك والتحكم في الوزن. طب بعد الولاده ازاي انزل الميه اللي موجوده في الجسم؟ بس قبل ما اقول لك وقفي الفيديو وما تنسيش تعملي شير ولايك وكومنت وبعدين كملي الفيديو تاني. لو ولاده طبيعيه تقدري تبتدي على طول بعد الولاده بكام يوم، بس اهم حاجه تبتدي بحمل خفيف وتبداي تدرجي الحمل ده الاعلى. لو قيصريه او مضاعفات فلازم تستشيري الاول طبيب وهو يقول لك تبداي من امتى. ونصايح مهمه بعد الولاده سواء كانت طبيعيه او قيصريه: حافظي على الاكل الهيلثي، ابعدي عن السكر والدهون المشبعه اللي موجوده في الزيوت، وقللي الملح في الاكل عشان يقلل حبس الميه في الجسم. اشربي ميه كفايه وانت نايمه من وقت للتاني، ارفعي رجلك لفوق والبسي شرابات ضغطه لو لزم الامر. ورياضه خفيفه تزيد بالتدريج. يبقى اهم حاجه عندنا التغذيه والرياضه. ولو عايزه برنامج تدريبي مخصص ليك انت يرجعك لايام الزمن الجميل، يبقى ما تنسيش تعملي مشاركه عندي للصفحه، لايك، كومنت، تحطي فيه منشن ل5 من اصحابك وتبعتي لي واعمل لك برنامج تدريبي بمبلغ رمزي جدا. كان معاكم احمد الشيمي بطل مصر والماني في رياضه الكيك بوكسنج. السلام عليكم.